يلا هاتي نص كيلو دقيق، هتنزلي عليه بثلاث معالق كبار من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه الملح. هركي المكونات دي كده على جنب، وهجيب عندي نص كوبايه زيت هرفعها على النار لما تسخن معايا كويس. هنزل عليها بمعلقه صغيره مليانه كمون حصى، وبعد كده هنزل عليها كمان بنص معلقه صغيره شمر على ينسون، انا بكون طحناهم بالشكل ده كده. هديهم تشويحه حلوه كده على النار لغايه ما يوصل معايا الشكل ده كده، وهركنه على جنب. هاجي بقى عندي على المكونات بتاعتي، هنزل عليها بنص كوبايه من السمنه، وعليها كمان نص كوبايه الزيت اللي كنت محمصه فيها الكمون والشمر واليانسون، وهقلب بالشكل ده كده. انا هبس بقى كل المكونات دي حلوه قوي مع بعض، مش قادره اوصف لك على ريحتها بتكون عامله ازاي. بعد كده عندي كوبايه لبن رايب نزلت بيها في العجن بالشكل ده. لو احتاجت معايا معلقتين ميه كمان مفيش مشكله، تقدري تبدلي اللبن بميه بحليب عادي، مفيش اي مشكله خالص. هغطيها واسيبها تختمر معايا. بعد ما اختمرت معايا بقطعها قطع متساويه، وهبدا افردها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه. ريحه العجينه اصلا مش قادره اوصف لك حلاوتها. القرص دي حلوه قوي قوي. لو ما بتحبيش الكمون تقدري تستغني عن الكمون خالص وتستخدمي شمر وينسون زي ما انا عملت كده. بعد كده بفردها معايا، برصها في صينيه مدهونه زيت، بسيبها تختمر معايا كمان 10 دقائق على ما يعني اسخن الفرن اللي عندي شويه. حابه تعملي فيها شكل بالشوكه كده بتبقى شكلها حلو. بعد كده ادخلها فرن على درجه حراره 220 بالظبط 7 8 دقائق، تاخد لون من تحت، بفتح عليها الشوايه من فوق، بتطلع معايا بالشكل اللي يجنن ده. لو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم ان شاء الله. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد. القرص طالعه معايا طريه وحلوه جدا. خلي بالك من خطوات التسويه مهمه جدا، لو سويتيها صح هتطلع معاكي حلوه قوي. سلام عليها بقى مع كوبايه شاي ولا كوبايه شاي بحليب تجنن. تقدري بقى تستخدميها في فطار، في عشاء، في لانش بوكس للولاد، بما اننا داخلين على المدارس. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تنعاد عليكم الايام بالف خير.